13 يونيو سنة 1994 في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، كان في ولد عنده 13 سنة اسمه نيكولاس باركلي. خرج من بيته الصبح وقال إنه رايح يلعب باسكت في الملعب القريب من البيت. خرج ومرجعش تاني. بلغوا الشرطة واتقلبت الدنيا، بس الولد اختفى كأن الأرض بلعته. مفيش جثة ولا هدوم ولا شهود. فضل مختفي بالشكل ده يوم واتنين وشهر وسنة لحد ما عدت 3 سنين كاملة. وفجأة وبدون أي مقدمات بيظهر شاب في أسبانيا وبيقول: أنا نيكولاس باركلي، أنا رجعت. يوم الاثنين 13 يونيو سنة 1994 في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، الدنيا كانت ماشية بشكل عادي جدا. الجو حر والشمس ساطعة وكل الناس بتقضي يومها زي أي يوم. في بيت صغير في حي شعبي عايشة عيلة باركلي، أم اسمها بيفرلي وولادها من ضمنهم نيكولاس أصغر واحد فيهم. نيكولاس باركلي ولد عنده 13 سنة، جسمه نحيف وشعره أشقر وعيونه زرقاء. شكله لطيف بس شخصيته مش سهلة. كان متمرد عنيد، دايما بيزعق وبيهرب من المدرسة، ومعروف عند الشرطة بسبب مشاكله الكتير. يعني من الآخر كان طفل مشاغب لكن مش شرير. في اليوم ده نيكولاس قال لمامته إنه خارج هيروح يلعب باسكت مع أصحابه في ملعب قريب من البيت، وطلب منها تديله فلوس علشان يركب مواصلة ترجعه البيت بعد اللعب. بس الأم كانت زعلانة منه وقالت له لأ. نيكولاس خرج ومشي ومن ساعتها مرجعش. عدت ساعات والولد مرجعش. الأم بدأت تقلق بس استنت، يمكن زعلان، يمكن بات عند صاحبه، يمكن هيرجع دلوقتي. بس الليل دخل وبرضه مفيش أي أثر. تاني يوم الأم بلغت الشرطة وقالت لهم ابني اختفى. بدأوا يدوروا عليه في كل مكان، في الملاعب، في الشوارع، حتى المستشفيات، بس ولا له أي أثر. مفيش شهود شافوه، مفيش كاميرات، مفيش أي دليل على إنه اتخطف ولا حتى هرب. مرت الأيام والشهور والسنة الأولى عدت، وكل اللي الشرطة بتقوله إنه مفيش جديد. القضية بقت باردة والناس نسيت، بس الأم ما نسيتش. كانت مصدومة مكتئبة بتشك في كل الناس، وكل صوت يخبط على الباب كان بيخليها تقوم تجري، يمكن نيكولاس رجع. بس مفيش حاجة من دي حصلت. وفي الوقت ده بدأت الناس تسأل هو ممكن يكون هرب بنفسه، خصوصا ان نيكولاس كان عنده قضية وكان المفروض يروح المحكمة بعد يومين من اختفائه، وكان باين عليه انه مرعوب منها. بس مفيش مصادر قالت القضية دي كانت عن ايه. بس يعني هل ممكن يكون هرب علشان ما يواجهش العقوبة، ولا حد خدعه، ولا في حاجة أغرب حصلت ومحدش عايز يقول. وفي يوم من أيام أكتوبر سنة 1997، يعني بعد 3 سنين وشوية من اختفاء نيكولاس، التليفون رن في البيت عند عيلة باركلي. الصوت من الطرف التاني بيقول: لقينا نيكولاس، بس مش في تكساس ولا في أمريكا كلها، لأ، في أسبانيا. قالوا إن في شاب صغير تم العثور عليه في مدينة اسمها ليناريس جنوب أسبانيا، وبيقول إنه نيكولاس باركلي، وإنه اتخطف واتنقل من بلد للتانية وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي رهيب، وإنه في الآخر قدر يهرب وتسلم للسلطات هناك. الشرطة الأمريكية والسفارة اتأكدوا من المعلومات وكلموا الأم اللي انهارت من الفرحة وقالت هاتوه، هاتولي ابني. وبالفعل سافر الشاب ده من أسبانيا لأمريكا واتحضن من أمه وعيلته، وكلهم قالوا أيوة هو ده نيكولاس. بس الحقيقة
كانت أبشع من كده بكتير. من أول ما الشاب ده نزل من الطيارة في أمريكا كان في حاجة غلط. الناس اللي استقبلوه خصوصا المحققين حسوا إن في ملامح مش شبه صور نيكولاس خالص. هو لابس جاكيت كبير ومغطي راسه ومش باين عليه قوي، بس التفاصيل الصغيرة كانت كلها غريبة. نيكولاس الحقيقي كانت عيونه زرقاء وشعره فاتح، لكن الولد اللي رجع عيونه سودا وشعره بني غامق، وباين عليه إنه أكبر من 16 سنة بكتير. صوته كمان كان غريب، بيتكلم بلكنة غريبة مش أمريكية خالص، كانت أقرب للفرنسية. سألوه هو فاكر إيه من أيامه زمان، فاكر أصحابه، فاكر بيته، المدرسة، بس ردوده كانت عامة جدا، حاجات أي حد ممكن يقولها، وكأنه بيحاول يفتكر بس مش قادر. بس الغريب إن الأم حضنته من أول لحظة وقالت هو ده ابني، هو ده نيكولاس، أكيد حصل له حاجة خلت شكله اتغير. والأخت الكبيرة كمان صدقته وقالت نفس الكلام. وهنا الناس بدأت تسأل ليه العيلة بتصدق بسهولة كده؟ ازاي مش شايفين ان ده مش ابنهم؟ ولا هم شايفين بس مش عايزين يقولوا؟ الشرطة بدأت تشك، فطلبوا من محققة خاصة اسمها نانسي فيشر إنها تتابع الموضوع. نانسي قررت تدرس ملامح وشه وتقارنها بصور نيكولاس القديمة، وراحت كمان لطبيب شرعي علشان يشوف علامات الجسم زي الوشم اللي كان على نيكولاس الأصلي. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، الوشم مش موجود، لون العينين مش مظبوط، والبصمة مش مطابقة. بدأوا يسألوا بحدة انت مين؟ قول اسمك الحقيقي. وبعد ضغط وانهيار وتهديدات الولد انهار واعترف أنا مش نيكولاس، أنا اسمي فريدريك بوردن وأنا من فرنسا. الولد ده مش بس مش نيكولاس، ده نصاب محترف عنده 23 سنة، يعني أكبر ب10 سنين تقريبا من نيكولاس وقت اختفائه. فريدريك كان بيهرب من حياته وبيتنقل من بلد للتانية، وبيتنكر في شخصية أطفال مفقودين علشان يلاقي أكل وسكن واهتمام. والأغرب إنه عمل كده قبل كده أكتر من 20 مرة. هنا بقى القصة خدت منحنى مرعب أكتر. ليه الأم صدقته؟ ليه الأخت حضنته كده بسهولة؟ ليه محدش اعترض؟ حتى لما شكوا ما قالوش حاجة. بدأت تطلع نظرية مخيفة جدا، إنه يمكن نيكولاس مات وإن العيلة عارفة كده، وإن فريدريك كان فرصة مناسبة يغطوا بيها على الجريمة أو يخفوا اللي حصل. فريدريك بنفسه قال كده، قال إن في أول ليلة بات فيها عندهم حس إنهم مش مستغربين من شكله، وإنه كأنه جاي يريحهم من ذنب مش يرجع ابنهم. المحققين رجعوا يفتحوا ملف نيكولاس من جديد، وبدأوا يدوروا على احتمال إن في حد من العيلة كان له يد في اختفائه، لكن للأسف مفيش دليل مباشر. فريدريك اتحبس في أمريكا 6 سنين بتهمة انتحال شخصية وخداع السلطات الفيدرالية، وخرج بعدها ورجع أوروبا، وبدأ يظهر في برامج ويعمل لقاءات ويتكلم عن حياته ويبرر اللي عمله. بيقول إنه كان بيدور على الحب وعلى بيت وعلى حضن، على أي حد يصدقه ويهتم بيه. والأغرب إنه بعدها استمر في انتحال شخصيات تانية برضه، واتحبس تاني وكأنه مش قادر يعيش بشخصيته الحقيقية. أما نيكولاس باركلي الحقيقي فلسه مختفي، مفيش أي أثر ولا جثة ولا شاهد ولا دليل. آخر مرة اتشاف فيها كانت سنة 1994، ومن وقتها الملف بيفتح ويتقفل، وكل مرة الناس بتسأل هل فعلا هرب ولا حصله حاجة؟ ولو حصل مين اللي عمل كده؟ وفي القصة في سؤال دايما موجود، هل فعلا الأم صدقت إن ده ابنها ولا كانت عايزة تغطي على سر مرعب؟ قضية نيكولاس باركلي مش بس قصة اختفاء، دي قصة غموض ونصب وأكاذيب ومشاعر مش مفهومة، ولحد النهاردة مفيش حد يقدر يقول الحقيقة كاملة. هل نيكولاس مات ولا لسه عايش باسم جديد؟
وهل العيلة كانت ضحية ولا شريكة؟ كل الأسئلة دي لسه مفتوحة. قولولي انتوا تفتكروا ايه اللي حصل لنيكولاس بجد؟ هل فعلا هرب ولا عيلته كانت مخبية حاجة ولا في احتمال تالت احنا مش شايفينه؟ اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات، لأن القصة دي فيها لغز ولسه محدش فكه. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، علشان لسه عندنا قصص أغرب وأعمق وكل واحدة فيهم تستاهل تتحكي. استنوني في الفيديو الجاي. سلام.